الزول، السلام عليكم. في سنة 1981 كتب المناضل الليفرني المعروف عيسى سالم سيجوك من المهجر لما كان هو في تونس ملاحق من قبل القذافي قصيدة بعنوان نفوسة في جريدة الشرق الأوسط في الجزئية المتعلقة بالقراء. المهم القصيدة تقول: بربك هل زرت نفوسة يوما فإن نفسي على نفوسة في لهب، هل زرت عرين أسود مضوا وتركوا للأشبال مبدأ على طول الحقب. المهم الحصيل والقصيدة طويلة هلبة، وآخرها يقول: واقرأوا تاريخكم الذي نسيتموه فقد تجدون الحقيقة كقمر نصف رجب. يعني نعاود الخاتمة تقول: واقرأوا تاريخكم الذي نسيتموه ففيه تجدون الحقيقة كقمر نصف رجب. السلسلة هذه اللي نتوقع منها توصل ل100 حلقة عن تاريخ جبل نفوسة، على أن لا تتجاوز كل حلقة طبعا 15 دقيقة 15 دقيقة، ويكون محورها الأساسي تاريخي، يعني تاريخ نفوسة، لكن مش بالطريقة المعتادة من الأول. يعني تبدأ بالتاريخ من الأول تنتهي بطريقة كرونولوجية. وبالله كانك مش مشارك في صفحتي دير سبسكرايب واضغط الجرس باش توصلك كل حلقة جديدة، وما تنساش تدير لايك، وكان خاطرك حط تعليق كويس. وحنختاره من المسجلين في صفحتي في يوتيوب فائز تكتمل فيه الشروط من تسجيل وضغط وجرس وتعليق، ونعطوه هدية شهرية ترسل من مؤسسة توالت الثقافية، تحفيز لكم باش تشاركوا، الى الاضافه اضافه الى المعلومات التاريخيه اللي تلقوها هنا بالمجان زي ما يقولوا. التاريخ بالطريقه الكلاسيكيه هي انك تبدا بتسلسل زمني من بدايه حتى نهايه وتتكلم عليه يعني ارتفاع شأن وسقوط تانية، لكن هذا النوع مل منه الناس، مع انه جزء مهم ولازم نتكلم عليه، وهو طبعا متوفر في الكتب الكلاسيكيه التاريخيه. اللي نبي نديره هنا هو ما يسمى بالنكت التاريخية، يعني ناخذ جزئية من التاريخ ونوسعوا فيها الكلام، خصوصا الجزئيات اللي ما يتكلم عليهم حد. عرفت شنو الجزئيات هذوك اللي نلقوهم يعني حاصلات هيك في الكتب؟ يعني مرات المؤرخ يتكلم على حاجة يعني ومن باب الوصف للقصة يذكر حاجات مش مهمة، يعني الحشو هذاك اللي يصير في القصة هذاك اللي بنهتم به، ليكون هو يعني موضوع بحثنا هو يكون المهم في البحث نفسه. مثلا يعني عن أهالي لالوت يذكر البغطولي وهو من أقدم المؤرخين النفوسيين، يقولوا عليهم الثياب البيض كأنهم أسراب كذا. المهم وهو يصف الخروج من حلقة من حلقات الذكر. هو هنا يتكلم على الورع والتقوى وحلقات الذكر، لكن يمكن أن يستفاد في هذه النقطة من موضوع آخر وهو الثياب. مثال تاني مثلا يتكلم على الإمام إلياس وأنه أبوه وأمه كانوا على النصرانية، مع أنه مش هي الموضوع النصرانية مش هو الموضوع في حد ذاته، لكن هنا نقدر نستشفوا معلومة مهمة جدا، وهي الدليل على وجود النصرانية على الأقل إلى هذا التاريخ على الأقل، و حتى التاريخ هذا. وليس هذا طبعا هو كما يقولوا هو مش مقصده أنه يتحدث عن النصرانية إلى آخره، لكن أغلب المؤرخين المسلمين يقولوا أن الأمازيغ أسلموا على بكرة أبيهم منذ القرن الأول. يعني هنا بنديروا مع بعضنا تبربشات هيك في كتب التاريخ ونتوسعوا في كل موضوع بروحه، وما نستعجلوش غير قامز خذ لك فستق ولا سامنسة واستمع إلى الحلقات هذه. زي ما قلت لكم ممكن توصل حتى 100 حلقة، وتبعوا الصفحة زي ما قلت لكم، وحيكون عندنا تصور جميل جدا وتاريخي واضح، سواء الجيد منه أو السيء، معنا أو ضدنا، في تاريخ جبل نفوسة. المهم في هلبة غيره من اللي ذكرته هذا من القصص والشواهد حتلاحظوا معي من خلال هذه السلسلة تكلم عليه أدرار نفوسن. خلي قبل ما نبدأ نصحح مفهوم ومش حيعجب ناس هلبة للأسف، لكن هذه حقيقة لازم نقولوها من البداية، وزي ما قلنا معانا ضدنا اللي هو بنقوله. جبل نفوسة راهو ما هوش جبل. جبل نفوسة ليس جبل، بل هضبة بالتصانيف، هضبة مرتفعة بالتصانيف الحديثة للجبل. يعني لو جينا بنشوفوا الجبل نفسه بنحطوه على المقاييس والمعايير الحديثة، ارتفاعه ما فاتش 800 متر، يعني هذا لا يجعل منه جبلا. 800 متر من سطح البحر.
في أقصى حد راهو فيه مستويات تنزل حتى 600. صحيح مرتفع لكنه لم يبلغ مساحة جبل تقنيا زي ما قلت. و يعني ولو كان تاريخيا الناس والجيران متاعنا لو كنا يوصفونا بإجبالية عبر التاريخ، يقولون لنا احنا جبلية يعني سكان الجبل. وهذا على فكرة بنجوه بنتكلموا عليه تسمية الساكنة. تو بنبدأ بالتسمية والرقعة التاريخية اللي مسمينها جدودنا نفوسة. وشن هو جبل نفوسة وبس يتحدد وين تحديده الجغرافي. الجبل بنتكلم عليه كلمة جبل بنتكلم عليها في حلقة بروحها لما نتكلم عن الطبيعة الجيولوجية للجبل وأهم المعادن المستخرجة منه وأهم تكويناته الصخرية وقداش عمره وكيف تكون بالأساس. وهذا نوعدكم حيكون مشوق جدا للي يحبوا حصص الجغرافيا. يا أخي في الحلقة هذيك بنجيب معلومات لأكثر من 100 سنة من حالة الطقس والتغيير المناخي والنباتي والآخره في الجبل. فاستنوا الحلقة هذيك. لكن خلي تو نتكلم على نفوسة آدلر. نفوسة زي ما نقولوا فيها احنا بالأمازيغية. هذا هو طبعا الاسم اللي ينعرف به الأمازيغ جبلهم. احنا الأمازيغ عموما يقولوا للجبل آدلر نيمفوسن، ويعرف في كتب التاريخ والتاريخيا بدون منازع وبدون أي نقاشات جانبية بجبل نفوسة اللي هو امتداد لجبال الأطلس. وآخر إطلالة ليه يعني من جهة الشرق هو قدم الجبل في الشرق في منطقة النقازة، في المنطقة المعروفة اليوم بقماطة غرب مدينة الخمس الحالية. وهو طبعا على شكل هلال يدور دور الدائر على طرابلس. وفي طبعا الشمال متاع الجبل المنطقة اللي فاصلة ما بين الجبل وطرابلس تتسمى سهل جفارة أو أزاغار، وبمساحة طول في مرات 80 كيلو. وهو يعتبر طبعا منبسط نفوسه التاريخي حتى مدينة صبراتة. هذه المنطقة كلها تعتبر حقيقة نفوذ نفوسة تاريخيا، وهذا بشهادة كل المؤرخين تقريبا. بل صبراتة كانت ديما سوق لنفوسها، وهذا بنجوه في وقت في وقت معين لما بنتكلم عليه آخر أسرة كانت تملك مفتاح صبراتة أو سوق صبراتة من النفوسيين. وهذا بنديروا له حلقة بروحها حتى هو بعدين. المهم يحد جبل نفوسة من الجنوب بمساحة 80 كيلو تقريبا من الجنوب لحمادة أو تبحيرين. طبعا فيه طرق هل بتوصل يعني تقدر توصل بيهم من طرابلس للجبل أو من غدامس للجبل وغيرها. وأحسن كتاب لهذا الموضوع لمعرفة الطرق تقريبا هو كتاب إبراهيم وسليمان الشماخي اللي هو إغاسرة ديبريد ديدرار نيمفوسن، اللي تجاوز تقريبا الآن عمره كمرجع يعني 130 سنة. المهم تاريخيا أقرب نقطة من طرابلس للجبل كان من جهة غريان، وأبعدها من طرابلس للجبل هو نالوت أو لالوت الاسم التاريخي ووازن. نولوا للاسم شوية. أنا بسرعة نتكلم باش نبي نخلي الحلقة قصيرة هلبة. يعني الاسم اللي ذكرناه من بكري كله يخش في نطاق جبل نفوسة. المنطقة دي كلها تخش في نطاق جبل نفوسة التاريخي، لكن لازم نقول أن الاسم تقلص وتمدد على حسب الفترة الزمنية وعلى حسب المؤرخ اللي يكتب، وطبعا لظروف تاريخية. فمثلا نلقوا جبل نفوسة عند الرحالة زي مثلا ابن حوقل، هذا في القرن الرابع الهجري، الإدريسي في القرن السادس الهجري، والحميري كذلك التاسع الهجري. الثلاثة يقولوا طول الجبل 3 مراحل. المراحل يعني يقصدوا به 3 أيام مشي. لكن في المقابل نلقوا البكري في القرن الخامس الهجري، وأبو الحسن المغربي والحموي وهذا الزوز الأخيرين تقريبا في القرن السادس الهجري حتى هم يقولوا أن طول الجبل 6 مراحل، يعني الضعف اللي قالوه شني الأولين. لكن علاش هذا الاختلاف؟ كلمة نفوسة وإن كانت طبعا أقدم تسمية يعرف فيها جبل نفوسة وذكرها الأوائل المؤرخين المسلمين يعني من غزوة عمر بن العاص. وين نلقوه يقولوا فتحها عمر بن العاص وكان أهله على النصارى لما تكلموا على مدينة شروة وين وتكلموا على إخوانهم في صبراتة. والقصة هذه معروفة، وقت لكم اللي قري حتى شوية من التاريخ يعرف الحاجات هذه. وهذا حنتكلموا عليه على الإسلام ودخوله إلى آخره جبل نفوسة وعلاقة المذاهب القصة هذه كلها. ونلقوا في العهد الروماني كذلك الاسم موجود على فكرة، مش قصدي فجأة هيك يطلع الاسم في العهد الإسلامي.
لما يتكلموا على أحد القادة الأمازيغ من باسم نافوسة حتى هو، ووثيقة المفاوضة مع الرومان وغيرها. المهم جبل نافوسة في فترات عديدة يعني زي ما قلنا تكلموا عليه بالتحديد المناطق اللي تتسمى جبل نافوسة، زي ما قلنا وانا بكري بن حوقل والإدريسي والحميري. يقولوا الامتداد من وازن حتى الخمس، ويمتد الخمس اللي هو قلنا قبل شوي احنا النقازة في جهة قماطة في غربي الخمس حول مدينة طرابلس 500 تقريبا كيلو. وحتى الحمص طبعا اللي يحصل فيها في المناطق الناطقة بالأمازيغية من وزن حتى يفرن وحتى القلعة، وهذا حوالي 400 كيلو كذلك. واللي يحصل فيها لعند الزنتان اللي هي تغرمين تاريخيا حوالي 200 وكذا كيلو، والعرض متاعها كلها 25 كيلو بس. هذا تعريف الجغرافيين، لكن احنا حنوسع ونتكلموا على المسافة هذه لما نتكلموا على نافوسة التاريخية. في كتب السير الإباضية أحيانا يحددوا في جبل نافوسة بوزن حتى تغرميم بس، يعني من وزن حتى الزنتان اليوم اللي نقولوا لها حتى اليوم احنا بالأمازيغية على فكرة أدزناتا. وياخي في بعض الروايات تقسم جبل نافوسة لقسمين، زي ما نلقوا عند البكري ومحمد بن يوسف الوراق يقول وشروس هي أم القرى كل قصور جبل وشروس هي أم قرى كل قصور جبل نافوسة، في حين تقع جادو في وسط الأراضي التي تقيم فيها بني زمور وبنو تارديت الذين يقيمون بمحاذاة نافوسة. طبعا الحق يعني تاريخيا هذا الاسم يشملهم، حتى الإدريسي اللي ذكرناه بكري يقول جبل نافوسة فيه مدينتين كلتاهما لها منبر اللي هي شروس وهي تقع على أراضي نافوسة بعدين تذكر جادو. يعني لو بنستجهد ونلقوا وازن لالوت كاباو فصاتو إدركل ويغو هذه اسماء تاريخية تين ونزيرف إيجيطال آنر توكيت أدونات شروس تندميرا تين دوزيغ تملوشاي تيمسماس تبرست بغطورة قلت تبرست وجميلة وفرصطة أظني ذكرت فرصطة إباناين كمزين تغرويت وروري حتى هي مرساون الرحبات إلى آخره دجي أو ديجي حتى هي في النطق القديم تملوشايت، كل هذه من منطقة تسمى أميناج. يعني لما بنقسم نافوسة كانت تتقسم إلى منطقة أميناج اللي هي تتسمى فيها قبيلة نافوسة اللي ذكرها ابن الوراق، والمنطقة الثانية متاع زمورة وغيرها وهذا كله طبعا أميناج تمتد حتى تغرمين أو عفوا تغرمين وجادو إفاطمن أبديلان توغي تصرار إدركل وغيرها من ضمن جبل نافوسة الشرقي في أراضي بني زمور وترديد. طبعا هذه التقسيمات يكون بالإضافة إلى جبل نافوسة جبل يفرن اللي يشمل الرياينة حتى حدود القلعة وككلة وجبل غريان، وإن كان في أغلب المراحل التاريخية نجد نافوسة تشمل الجبل حتى غريان. ونرى الفصل بينها وبين بقية جبل نافوسة ابتداء من القرن تقريبا التاسع الهجري هيك، بعد موجة التعريب اللي جت وتحول أهالي غريان للمذهب المالكي لأنهم كانوا يبعضيه، وهذا مش موضوعنا الآن لكن بنتكلم عليه لما نتكلم على الصراعات الدينية والمذهبية في حلقة حتى هي خاصة. إذن هذا هو اللي بنقوله، هذا هو الاسم التاريخي لجبل نافوسة. أما التسمية بالجبل الغربي حتى لما كانت في تقسيمات يفرن وغريان ونافوسة لم يكن هذا الاسم له وجود إطلاقا. تسمية الجبل الغربي لا تعد تسمية أطلقها العثمانيون على جبل نافوسة. يا أخي حتى مش كل العثمانيين في العهد العثماني الثاني بعد الحرب والحملة العسكرية على مدن وقرى الجبل بمعونة بعض المدن السكان الدخلاء على الجبل بعد الثورة المعروفة، وهذا سوف نعود له بالتفصيل طبعا في وقته. على فكرة اللي تحالفوا مع العثمانيين ضد جيرانهم هم اليوم يروجوا للتسمية متاع الجبل الغربي. وبعدين أنت اسأل نفسك سؤال بسيط جدا يعني منطقيا، طرابلس مثلا مفهوم نقول لها طرابلس الغرب مع أنها ما عمرها تسمى طرابلس الغرب، لكن مفهوم كونها مقارنة مع طرابلس الشرق لبنان. الجبل الغربي مقارنة بأي جبل شرقي؟ هل يوجد جبل شرقي نقارنه فيه بالجبل الغربي؟ يعني المهم يعني هذا هو العبث، ومن الصعوبة بمكان أنك أنت تدافع عن حقيقة تاريخية. أرفع أي كتاب تاريخي تجد فيه كلمة جبل نافوسة. المهم
شاهد أن الاسم أعاد إحياء القذافي، بالرغم أن الإيطاليين والمرحلة الملكية تخلت عن التسمية متاع العثمانية هذه اللي ما لهاش أي سند تاريخي، وإن كان قد استعملها بعض أجدادنا، لازم الاعتراف كذلك وللإنصاف والتاريخ، مرغبين من قبل العثمانيين. يعني العثمانيين أرغبوا أهالينا يقولوا أنهم أحناف مثلا، فجدودنا كانوا من باب مسايرة العثمانيين يقولوا ان نحن احناف، ويقصدوا بانفسهم احناف يعني على الحنفيه الدين الاسلامي، وطبعا العثمانيين كانوا يفهموا فيها معناها المذهب الحنفي. المهم صراعات دينيه جايينها زي ما قلت في حلقه مستقبليه في التفصيل. هني بنوقف باش الحلقه ما تطولش وتولي قصيره لليوتيوب، وكل حلقه بتكون تقريبا بنفس الطول لعند ما نوصلوا ل 100 حلقه. 100 حلقه في تاريخ الجبل المختصر هذا. خلينا نختم بالابيات الشعريه اللي تقول خالد عبد الله بديرة يقول: صباح الخير صباح النور، دنفوسي يروح يقور يروح لاباس، دس دس نغرس فوناس، دس نيق اروي طيفي طاس، تهمم دودي دو زمور، مازي غيولي لسمنس إيل تزيري، دوسة تافد يماري أجي طال دبو منصور. يلا نهاركم سعيد، وما تنسوش تسجلوا في الحلقة، واللي يسجلوا بدون أي شك واحد منهم حياخد جائزة من جوائز مؤسسة توال الثقافية اللي بتتوزع شهريا. والشرط انك انت تدير سبسكرايب وتدير تضغط عليه الجرس وتدير تعليق وتدير لايك. تاني ميرت، ونتلاقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.